دي الأرضيات من الرخام الزلي، وطعمناها بالكمار. الكمار دوت من الرخام الإمبراطور الغامق، وفي إمبراطور فاتح مش فاتح. طبعا لما الاثنين دخلوا مع بعض بقت الأمور شكلها حلو. جينا عند الحوائط ودخلنا معاها السيراميك ده السيراميك ده بياخد شكل الحجر. طبعا لما دخل مع الإمبراطور مع الروزاليا بقى الكلام طبعا الكتش بتاعه خشن، ماتيريال قوي. بعد كده هنخرج على في السقف برضه. السقف احنا سقف سائط، عملناه من السلك شبك، واستخدمناه برضه في عملية الإضاءة. ونيجي للقطاع بعد كده قطاع الألمنيوم. قطاع الألمنيوم بنستخدمه BS ألمنيوم أيوه. قطاع BS، وطبعا بنستعمل معاه الشيش الحصيرة المتحرك الكهربائي ده، بنستعمل له موتور وبنستعمل له رقائق من الألمنيوم. رقائق الألمنيوم دي بتتدخل مع بعض وبتعمل لنا الشكل علشان ما دخلش إضاءة خالص. وطبعا الإزاز لما بنقفل خالص بيكتم الصوت. ممكن يتعمل كمان إزاز ضغط عشان يمنع الصوت نهائي. وبيمنع الأجل. نعم. وبيمنع الأجل. أكيد طبعا. ده الجزء ده بيفصل التراس عن الريسبشن. ماشي، هو بيمنع الصوت وبيمنع إيه؟ بيمنع الصوت والأتربة، تمام؟ والإضاءة. بالنسبة لوظيفة الشيش الحصيري إن هو بيمنع الإضاءة، بالنسبة للألمنيوم بيمنع الأتربة والصوت. طبعا احنا من عشاق ان احنا نخلي الفيلا بدرجة على الفيو الخارجي على اللاندسكيب، تخرج على طول على اللاندسكيب الخارجي. اللاندسكيب الخارجي طبعا احنا برضه مختلفين في عمل اللاندسكيب وتصميماته. ده لسه ما خلص، دي جديدة فقط، لكن لسه طبعا بيتضاف على الكلام دوت انواع من الزرع، وبندرب فيها الالوان، لكن احنا لسه الموضوع ما اتظبطش. واحنا فاصلين ما بيننا وما بين الجار بالتمر حنه. طبعا فائده التمر حنه مهمه جدا لخلخله الهواء ودخولها في المكان اللي احنا عايزينه. وطبعا السور الخارجي احنا قافلينه بالبوليكربونات. البوليكربونات دوت علشان بديل للزجاج، مرن وعملي كتير اكتر من الازاز، ما بتأثرش بدرجات الحرارة بتاعت الشمس. في ان احنا كمان نعمل خصوصية لينا لانه غامق فما بيظهرش الحاجات الخارجية. ده المطبخ تاني. الوحدات اللي موجودة في المطبخ كلها بلت ان، كلها داخلية. طبعا المطبخ بيبقى كله كل المجموعة فيه يعني بلت ان. وطبعا في مجموعة علوية ومجموعة سفلية. بنستعمل طبعا الكريتات في الحماية. طبعا عدم السرقة